تجري أحداث هذه المسرحية في شهر تشرين أول 1980 أو تشرين أول 1979 أو تشرين أول 1978، حيث لم يتغير إجمالاً الوضع السياسي النفسي العام. المستشفى التي تجري فيها أحداث هذه المسرحية تقع بالضاحية الجنوبية من بيروت، فنرجو ألا يزعجكم الصوت الذي يسببه مرور الطيران المدني المتواصل فوق هذه المنطقة. أكدت مجددا مدى صوابية توقعاتنا السابقة ورسخت تبعيتها التامة للاستعمار وللإمبريالية المتحالفين مع الصهيونية تاريخيا. يعني هيدي شغلة مش إن مجمل المشاريع الاستسلامية تتحطم يوميا وإلى الأبد على صخرة صمود ثوارنا الأحرار، وإن دوائر التآمر الأمريكي ناشطة لتبديل الأساليب والأدوات للدفع بعجلة الحل المجتزأ الخياني إلى الواجهة السياسية. إن الاستعمار لم يتعلم من الدروس التي تلقنها في فيتنام وفي أنغولا وفي عفواً، ولم تتغير الخطة المرسومة برأيك؟ إطلاقاً لم تتغير الخطة المرسومة، تغيرت الوسائل، وهذا ما نعيه اليوم تماماً.
إننا اليوم كحركة وطنية 75% من الأراضي اللبنانية متلاحمين مع المقاومة الفلسطينية في خندق واحد ومستهدفين، نظرا لجذرية هذا التحالف الطليعي الذي هو طليعة حركة التحرر العربي الشاملة، طليعة الجماهير العربية الواسعة المضللة في نضالها الشاق ضد إسرائيل رأس حربة الاستعمار والإمبريالية. كنا وما نزال نعي تماما أن الأنظمة العربية كلها وعلى حد سواء رجعية كانت أم تقدمية إنما هي أنظمة برجوازيات عسكرية، وهي دائبة على العمل لخنق حركتنا التحررية المتعاظمة يوما بعد يوم لأنها أصبحت تواجه مصالحها ما فيها شيء. فما كان علينا إلا أن حملنا السلاح لمواجهة هذه الهجمة الشرسة. شكرا رفيق نزار. نسمع شوي منشوف إذا الصوت واضح. نسمع. شو خير إن شاء الله. علقانين أهالي حصبية مع النرويجية. النرويجية؟ أي ليه؟ والسنغالية دخلوا بالصلحة. السنغالية؟ مش مسجل شيء؟ يمكن نسينا نكبس هيدا الزر الأحمر لأنه مش مسجل شيء. بتحب نعيد؟ من عيد من جديد عن جديد، بس اكبسوا إذا أمكن. في سيارة بيجو بيضا واقفة تحت. ايه شو يعني؟ بعدها واقفة. وإذا واقفة؟ صار لها من عبكرة واقفة. ايه شو فيها يعني؟ فيها متفجرة. لا ما فيها شيء. خلي يشوفها الخبير أفضل، لازم تبلغوا عنها لأنه أكيد فيها شيء. ما بدها خبير، ما فيها شيء. شو بيعرفك يا عمي؟ مش مزبوطة وقفتها من عبكرة لهلأ. شو هالوقفة هيدي؟ لا ما تخاف، طمن بالك. يا ربي شو بدك إياها تفع فينا يعني؟ لك ما رح تفع فينا. طيب الخبير لشو الله خيله؟ مش كل سيارة واقفة بدها خبير يا قاسم، هيك بدك تضل مرعوب كل نهار؟ إيه مش معقول كمان. إنه إذا تأكدنا منها شو بنخسر يعني؟ إيه يا قاسم يا حبيبي يا تقبرنا. شو خي إدوار؟ شو؟ لا بلا لعب. محمود بلا لعب. محمود بلا لعب. محمود 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 اسمع يا أبو ليلى، تعرفوا بيتضايق من هالكلمة، شو بدكم فيه؟ حلوا عنه. عم نساعده ليصح يا مسيو، ما بده يصح. عم تساعده ليصح؟ بده ضله هيك يعني؟ يعني شيء أتقل من دمك، أنت وياه بعد مش شايفة أنا. أها. هاي اهلا. بعتتني المسعيدة مشان اخذ محلك، ولا تطلعي انت على القسم 5. نشكر الله خي دخلك شي بموت. اف هالقد؟ يي بتفرجيني فيها شو شوي؟ تعال فرجي تعال. أصفار حسونه. عندك أول شي أبو ليلى وعمر. أبو ليلى وعمر هول اثنين المشلقحين هونيك، هول أدمنوا على المخدرات بالحوادث، موقوفين كانوا. صار لهم فترة عنا بالمستشفى، نظفنا لهم جسمهم من كل هالقضايا، وهلأ ما بهون شي أبدا، طبيعية. مش باقي لهم كتير بقى ليطلعوا، بس لحقي عجلاغة معهم هول اثنين. ما عندهم الا فيتامينات. فيتامينات ايه. بعدين عندك ادوار هذا القاعد. يابا هيدا مسيحي ومعقد. شو؟ بالنسبة له الإسلام دخلك هيدا عندكم اللي بيلزقك على الايمن بتضره الايسر؟ ايه نعم يعني. طيب واذا عاد لزقك على الايسر شو بتعمل؟ قايلين شيء؟ لا ما قايلين، بس اجمالا يعني بترجع بتدر له الايمن. حلو، يعني بقضيها كفوف كل النهار الواحد. ايه بس بيطلع على الجنة.
والله وضروري يطلع مورم على الجنة. والله هيك ما بعرف بسألك. ما بيعمل كرايز. ترجع بكره خبرنا. بعدين عندك عبد الامير. عبد الامير هيدا اللي قاعد حد الطاوله حامي الميكروفون، اول واحد من هون. هيدا استاذ بالجامعه بعلم منطق وعم بيعمل كتاب بده يوضح المؤامره الحقيقيه للعالم. قال بيعمل كرايز منيح هيدا. واللي قاعد معه نزار بالحركه الوطنيه كمان بيعمل كرايز. بعدين عندك رشيد. رشيد هذا بضل فايت ظهر لجوا في شباك جوا بيتنقوز، ما بعرف بضل جوا. هيدا مش معروف شو بده. جابوه على اساس هجم على زلمه ما بيعرفوا ماشي على الطريق وضربه، ومره كمان هجم وقف السير بالحمراء. هيدا بيعمل كرايز منيح. وعندك اخر شيء هاني هيدا اللي عم يتمشى معه كمان جا. هيدا كل النهار بيسحب تذكرته بفرجيك اياها، لازم تشوفيها وتقولي له روح الله معك ليمشي. معقد يعني من العياط والاوامر والحواجز والشغلات. هيدا كرايز ما عنده بس بعل القلب. يعني 9 كلهم. 9 ايه. وانت اذا صار معك شيء فواز مسؤول هون بالقسم، دهله دغري بيعرفوا منيح هو. اوكي يا شباب هلا اللي بده شيء او عايز شيء بقول للميس زهره. اوكي اوكي. شو بدك ادوار؟ هيدي زهرة شو مسيحية ولا اسلام؟ خلصنا من هالسؤالات يا ادوار. بدي اعرفها. مش رح لك، ما بقى تفكر بالاشياء. المسيحية خايفين يا اختي. يي يا ادوار روح لهونيك روح. هنا تكمن القضية في مختلف جوانبها الثورية. لا حول ولا شو يا زفين؟ ليش قاعد وحدك؟ ستيريو. اسمعي ستيريو. بس زهرة. نعم. هلا الامن ما في امن، في امن؟ يعني لا مش 100%. الا للمس سيدة بتقلي ما تخاف ما في شيء، انه هي بتروح وبتجي الخوطة هالمرة. لا يا قاسم، بيضطر يروح ويجي الانسان اوقات، بس بينتبه قد ما فيه. شو بده ينتبه؟ حددوا له. انا كثير بنتبه بس حددوا له هالمتفجرات هيدي وهالاشياء. يعني مزبوط، في اشياء ما بيقدر يعرفها الواحد. لازم بالاخبار يقولوا عن الاخبار قبل ما تصير مش بعدين. كيف بدهم يعرفوا؟ شو بعرفني؟ يشوف يتصلوا يعملوا اتصالات. تفضلي هيدا زفان مرتين فعوا له محله هون وهونيك، مش حرام؟ معلوم حرام، خبرتني هلا المسيدة. يعني لو انا منتبه قد ما فيه ومارق قدام محله شو كان صار فيي؟ هلا هيك قاعد تفكر انت؟ فكر بصاحبك زفين كيف تضرر محله. وين محله؟ طار محله. يا دي عن الشوم. واحد جمعة 2 محل. شوفي كله مكنها امبلي سبيكر كاسيت ستيريو فازيكت. مشانك محمد مشانك مسيح تعال اسمعي. موديل جديد ستيريو كله. صوت تمام طالع من هون ستيريو. حلو كويس. شو هيدا؟ صوت قوي. تلفنت قال طار محل من هون. رايح شوف طار محل تاني من هون. ستيريو. اسمعي ستيريو. طالع تمام من هون. يلا ستيريو. منيح اللي طلعت بالمحل يا زفين. ستيريو شو محل؟ عم بيقول انت كمان ارمني ستيريو جاسوس هون. كيف هذا جاسوس؟ شو بدك فيهم؟ ستيريو محل مشانك محمد، محل مشانك مسيح. حبوا ببيعوا، هذا بصير جاسوس. شو بدك فيهم؟ هن جواسيس، المهم انت تروح وكل شيء بيرجع يتصلح. ستيريو قال لا. بأمركم يا أخي، شو بدكم؟ ازحف بزحف. وحياة أختي الضو الواطي محروق، مضوى عالي لا أقدر أقشع، مش قاصد شي. وحياة أختي وإذا أنا مختي بأمركم. تفضل يا أخي. يعطيكم العافية. بمشي؟ روح الله معك. يا يا مس زهرة نعم. ممكن تشعلي لي هالسيجارة ما تصغري؟ إذا أمكن من بعد أمرك، إذا ما في إزعاج يعني. إن شاء الله ما أكون زعجتك. يسلموا هالديات. يعيشوا. دعيكي أبو ليلى بالخدمة دايما هون. ميرسي كلك لطف. الله يحفظك ويخلي لنا إياكي. الله يرد عنك والله. وخينا عمر كان عنده أوركسترا البلاك فينجرز، إذا سامعة فيهم، قديمة شوي. تشرفنا. وبعرفك كمان على الأستاذ رشيد.
ملك الساحة اللبنانية رشيد. الله عيوني حبيبي. الله ايوه. خير رشيد؟ يا ابو ليلى. بحياة شبابك خبرها للمس كيف نزلت ووقفت السير بالحمراء. بحياة اللي بتعزه. من الاول. اسمعي لك من الخبرية. وقت نزلت ووقفت السير بالحمراء. حمراء. وقفت. ايه شو كيف؟ إلا خبرها كيف. وقفتك وقفت. لا خبرها الخبرية مزبوط كيف كنت جاي وكذا وظهر هلا بعدين وظهر بكفيلي. اهلا من سعيدة. لا عم اقول لك خبرها الخبرية كيف صارت بالتفصيل. شو بك سطلتها فرد مرة؟ تفصيل؟ ايه شو تفصيل؟ سار جاي صب مني. سار قوي جاي صب مني. وقفتك وجارتك بالملكوت البلد عم بقلك وضار. ضاروا يا ربكن اللي عملكن اللي سواكن يعني. زفرت بالحديث يعني. زفرت يعني؟ زفرت منيح والله. عم تخبرني اياها لإلي؟ ما بعرفها القصة انا. خبرها اياها لإلك انا. إذا بتريدوا الدكتور بيعتذر منكم، ما رح يقدر يشوفكم اليوم. بيشوفكم من كل بد الأربعة بكرة، والأدوية منضل عليها من اليوم للأربعة. واضح؟ واضح. إنما ليش الأربع؟ ليش هالمماطلة؟ هيدا كل وقت عم يمرق ونحن عم ناخد حبوب. مش بالحبوب بتنحل القصة، والرفاق كلهم متزمرين من الحبوب. أنا ما شايفة حدا غيرك عم يتزمر. لا أبدا. احكوا يا رفاق شو بكون؟ هي الأستاذ عبد الموافق طبعا، وهي رشيد كمان. إلا قولوا له عن شو؟ انت ما قلت انه الحبوب ما عم بتفيدنا وبدنا الحكيم يقبلنا؟ حكيم يقبلنا؟ مين قال لك يقبلنا؟ ما قلت انه الحبوب ما عم بتفيدنا وبدنا الحكيم يقبلنا؟ حكيم يقبلنا؟ خليه يقبلنا. ليه ما بيقبلنا ولو غليش؟ ما رح يقابلكم الأربعة. وليش مش اليوم؟ لو قادر اليوم كان بيقابلكم. ليش شو عنده؟ شو عنده؟ ليش هالاستلشاء؟ أنا في مؤامرة بين إيدي من أعقد المؤامرات. لازم كلكم تساعدوني ونتساعدوكم. لا تساعدونا منساعدكم كلنا. استلشاء ما في. الدكتور صار مقابلكم كذا مرة ولا لا؟ إذا ما حدا يقول استلشاء، وعم بجاوبكم على سؤالاتكم بس انتم مش عم تقنعوا. أنا بقنع إذا شي منطقي لوجيك. أنا إنسان لوجيك. تك تك تك. وليش الدكتور مش عم يحكي لكم منطق؟ دكتور فايد المنطق. بسأله بيقول لي هي مؤامرة كبيرة عملوها علينا وهالدول الكبيرة ومؤامرة أمريكانية. فكروا إنه جاوبني المسكين. شو جاوبني؟ بده يقول لي شو هي. تك تك تك. هاي غلطته هو، ولازم قابله لفهمه وين غلطته. عم فهمكم. إذا بدكم ترجعوا لوضعكم الطبيعي لازم تقنعوا بحديثه. شو لازم؟ كيف لازم؟ خلي يسمي بالأسامي. بدي مؤامرة بالأسامي. العالم بدها الحقيقة، ما راح أرضى أعطيهم إلا الحقيقة. بشوفكم الأربعة وخلاص. وأنت جاي الحكيم؟ أربعة. دكتور عم يقدفنا، واضحة عم يقدفنا. وإذا فكروا بالحبوب والقبر رح أنسى شو في براسي. بطمنكن جميعا أنا واعي عشي كل شيء. هالمؤامرة بعدها مش معروفة شو هي. أنا قلت لك شو هي. قلت لي رأيك وأنا بحترم رأيك. بس صار في عندي كذا رأي عم قلك بيجمعن على بعضهم برجع على الوضع مثل ما هو. لك ما هيدا الوضع أنا هربان منه، لأنه كله آراء بالمؤامرة مختلفة وما بتفلش، بينما المؤامرة فلشة. هيدا هو الوضع اللي خلاني بالأساس بلش فكر شو هي. بدأت بالكتاب، جيت سألتك أعطيتني رأيك وأنا بحترم رأيك. بس صار في عندي كذا رأي عم قلك بيجمعن على بعضهم برجع على الوضع مثل ما هو. لما هيدا الوضع أنا هربان منه ليش أنا فكر؟ ما بدي ضل فكر شو هي، بدي أعرف شو هي. ما أنا شو عم بعمل؟ عم بعمل كتاب عن شو؟ كتاب عن المؤامرة. شو هي المؤامرة؟ ما بعرف. مؤامرة أكبر منا يا أستاذ عبد، نحن ما فينا نعرفها. لا، مين قال لك ما فينا نعرفها؟
بدنا نعرفها ورح نعرفها لهالمؤامرة. طيب. مؤامرة ويلا ومشينا ومؤامرة ومؤامرة. لك شو هي هالمؤامرة؟ لك عبي شو أنا رح أعرف شو فوين شو هي؟ الحقيقة الوجوه، بدك تشوف كل الوجوه. هيك على المفضوح فضيحة كبيرة راح أفضحها. ياي مرة فضيحة كبيرة على المفضوح راح أفضحها. بدنا تنكشف كل الوجوه. بدنا نضل مثل اولاد الصغار انه في بعبع يابا، في مؤامرة. شو هالمؤاخرة؟ روق طول بس يا زبان. مؤامرة الرجعية العربية بالتواطؤ مع الانعزالية لضرب المقاومة والحركة الوطنية. هيدا رأيك يا خيي؟ أنا بدي الحقيقة. هيدي الحياة. لك مش عم تفلش يا خيي، مش عم تفلش. بلا عم تفلش. 75% من الأراضي اللبنانية. اتركه يرتاح، عم تشرعه ونايم. بعد هيك روح. يا استاذ عبد، يا خيي عبد، نيال قلبك على هالنكزة. هالمؤامرة لسوء الحظ بعدها مش فالشة وقعني الحقيقة وليس المؤامرة فالشة من زمان، وهيدا شيء منتهيين منه. إما في نظرة ونظرة كذا نظرة، كل هالنظرات للمؤامرة مش عم تفلش لأنه هي مش نظرة. النظرة نظرة، هي مؤامرة بنفس ذاتها فلشت، والنظرات المختلفة عليها جاية بالضبط من فلشة هي عن النظرات اللي مش قادرة تفلشها ومختلفة على فلشة، ولك من فلشة هي عليهم. عرفت لي كيف أستاذ رشيد؟ عرفت لي كيف يا أستاذ رشيد؟ مهم إنه يكون شيء منيح. شيء منيح طبعا. هيك أحسن شيء يعني. شو رأيك أنت؟ شوف أنا ما بعطيك رأيي، أنا بفرض رأيي. أنا هيك بالطبع بفرض رأيي، لأنه هذا مش رأيي، هذا شيء ظابط من الفلا وببين يعني، بس يصير ببين دغري، بطلع هيك دغري ببين. لكن أنا ما فرق معي يعني، بحكيك صراحة ما فرق معي يعني. شو بدك تقول؟ ما فرق معي يعني، بروح بيجي ما فرق معي يعني. وين بدك مين؟ إلا مثلا بروح كلهم من جميعا ما فرق معي يعني. أنا وصلني خي خلص، الله مشينا وصلني مشي حالنا. في شيء طبعا ما فهمت. شو بتقصد؟ خلصنا. شو بقى انه جاي واحد تاني انه انا رشيد غيري، الجاي فايت فيي عم بقول لي شو بدك فيهم للعالم، مش هن انه توك. شوف الزعمة عم بقول انه يابا شو الزعمة عم بيستغلوا الشعب معطرش، فكروا عارفوا شغله بتعمل شيء يعني. بفوت نطلع مني كفي مع السير سيارات عادي، مش عم صلبيه اخر شيء، روح زمر شوي روح كفي على بيته. ما بده هو انه يصير شيء، عرفني بدي كسر الارض واحرق دين العالم كلها، بدي شل هالافكار من مخي لولنا. بس ما قدر عليه بطحه. مين هو؟ حطه بالارض بطحه. مين هو؟ قال له تعال رشيد بطحه. قال له تعال شو عم تقول لي؟ شو عم تحكي؟ لما طبلت لي مخي لكل نهار زعمه في زعمه وفي عالم كمان. مزبوط يا خي؟ مزبوط. ابو الجواهر شو زعمه ولا عالم؟ هات شوف احكي. مين ابو الجواهر؟ احكي اصلك انت. ما ابو الجواهر عالم وضد الزعمه كمان، هس ولا كلمه. مين ابو الجواهر؟ ما تحكي ولا كلمه ابدا. هيك بدنا نشتغل. اذا هيك مبلشين كيف لا تاخذ وجهه لانت. مين ابو الجواهر؟ مين ابو الجواهر؟ ابو الجواهر. مين ابو الجواهر؟ ما بتعرفوا ابو الجواهر انت؟ لا. ابو الجواهر بالحي عندنا احداث حوادث لبنانيه. نعم. هو القائد الحي يعني. شو القائد؟ زلمه مثله مثلنا، مش انه شيء ملكوت يعني، بس مثلا
كيف قال لك مثلا نخوة طلعت من النص استلم اجى مثلا نقول مثلا ساوى زبط الشبيبه لنقول عمل، لنقول ما عمل لا مثلا عمل شيء من انه لا شيء من لا شيء. شو فيك تقول له يعني؟ ما فيك تقول له شيء. اجي انا كل ما تهدى شوي اجي اساله شو ابو الجوار كيف شايفنا على الحلا؟ شو قال لي؟ هو قال لي مش نظيفه. مش نظيفه. طيب لا قال لي هاي عمدي هلا ما راح بتروق الا ما يصير البناء جديد. مين عم بيحكي؟ ابو الجوار يعني، مش انه نكره يعني. قد ما كان مثلا زلمه شغلني بالحراسه، اشتغلت بالحراسه انا، صرت اتمشى مثلا ما فرق معي انا، عرفت كيف؟ لنقول شيء مبينين فرق معي مثلا منن. جيت شفت قلت له يا ابو الجوار هذا ابو احمد هذا تظبط حاله والله، فتح محل عصير في حركه مبلشه بالحي. شو ولي العلقه عم بتقول لي؟ ما شايف في علقه. قال لي وزا شو واقفه على ابو احمد دي؟ في علقه عم بقول لك الشباب كلها ماتت كرمال شو؟ مثلا بالفعل ويبعت شباب على الاسواق وراح منيعه، مش لنقول مثلا واحد اثنين، راح الشبيب الطيبه راح منها منيح. اخي بس من مال انا عم بسمع له، من مال مثلا تاخذني عم بروح عم بيجي عم شوف عم بختلط. هذا منير حلاحل هلا فتح عم بيلحم ماشي حاله. والله ماشي حاله. الصغبينه لك الصغبين مين كان بيقول الصغبينه؟ الصغبينه بليار فتح. والله في شغل ستيكات شغاله كلها. شو يا ابو الجواري اللي مسكين اتركهم يشتغلوا انت، شو فرق معك؟ ما عارفين انه راح تخرب فوقاني وتحتاني بعد. نعم والله لا تردم عم بكرة ابيض البلد. يعني عم بكرة ابيض، شفت انا الدشكات 106 107 بالحائط مثلا ما معقول تمضي على سلامه. في دبكه قويه بعد عم بيحكي ابو الجوار عم بيحكي عن الصواب الزلمه. مزبوط يا اخي؟ مزبوط. وز بين ليله وضواحيها مشرف ابو الجواب. شوفي لا بتعرف ولا بيعرفك، ما بتعرف، مغير خالص يعني، جاي عم بكرفت للعالم. شو العالم شو الشعب شو البوطه يطلع فيها هيك ويسمع. طب ما كان بالزعمه هذا اول شيء، لا نقل على العالم. نقز قلبي انا، نقز قلبي منه. ترك اختفى ابو الجوار. وين ابو الجوار؟ ما حدا بيعرف يعني. تعال نشوف انت مثلا مين شافه حكي ويا نقول مثلا ما في حدا عارف شيء. ضعنا صراحه يعني. تاخذني مثلا مسؤوليه. نعم مسؤوليه مسؤوليه كبيره. هلا ماشيين بهالحراسه بس وسكت شو هالحراسه مثلا ما نعرف نفسنا على شيء محدده. همدي ولا علقه ولا روقه شو هي؟ ما حدا عارف شيء. لحظه لسجل لسجل الحديث اللي عم تقوله. شو بدك تسجل؟ الحديث اللي عم تقوله. لحظه بس لظبط. لحظه عملك تفضل. عم بيشيعوا واحد راح 3. ليك اذا كانوا عم بيشيعوا هول 3 كم واحد بيروح؟ معك دقيقه هات لشوف. والله ايه ولك 9 مفهومه يا زلمه. ولا 10 ولا 12 نسيت الاولاني. واه شو بك؟ انتبه يا عمي. شو في؟ بلكي صار شيء فجأة. لا يا قاسم شو بده يصير شيء فجأة هلا؟ اطلع عمي. تفضل. ولو يا قاسم. تفضل. شو بك؟ استاذ رشيد انسان غبش يا استاذ رشيد. تفضل. شو دخلنا نحن؟ بس اذا ممكن تعد لي شوي اللي قلتهم هلا. تفضل. عم بتسجل هلا؟ نعم ماشي. تفضل. روح يا عمي. شو انتوا عم تعملوا هون؟ كان حكيم انت بالزلمه. تفضل كفي. نعم ماشي. تفضل. ما عم تاخذ الادويه انت مزبوط؟ اكبر راس قد ايه بده يكون؟ مكسلن يعني اكبر راس قد ايه؟ ولا قد ايه؟ ما بقى تعمل بدي كسره. فهمت؟ لا يا خيي اللي قلت لي هلا من شوي قلت لي اياهم. شو قلت لي؟ مش انا، انت قلت لي. ما كنت عم تقول لي؟ كنت عم تقول لي بدك تسجل. ايه ما عم نسجل. تفضل. يلا فقصة وني مفقوسه. تفضل. ديرة؟ نعم. تفضل. شو بنحكي؟ قصة
أبو الجواهر. أبو الجواهر بورتو كف بورتلو. لا يا خيي مش هودي. خلص سمعني صوتك. سمعني صوتك. مش هودي مش هودي يا أخي. تعالوا لبي يا هلا يا خيي وحياة الله ولا محمود خير. وهذا الحديث من اساسه زي مصاري السبلان بيبسي. بأمركم الا يا محمود. يا ابو ليلى ايش بتريدوا؟ ادوار مين هذا محمود؟ كلهم. مين كلهم؟ يعني مش هو فرد واحد، في منيح. هلا الاسلام مش كتار، محمودات كلهم. هون بالغربية حد بيتنا كلها محمودات. شو عم بيصير؟ بدهم يخلصوا مني وانا وحدي. مين قال؟ بلا هلا الاسلام مسيحية شيء مش مسيحية، ها محمودات كلهم. شو بيعملوا؟ استاذ عبد، استاذ عبد، بعرفك مشغول بس بدي اخذ من وقتك دقيقة معلش. أهلين تفضل. تفضل. خيي نعم. انت هلا عم تشتغل بهالكتاب وباذن الله انه على اساس بدك تكشف هالمؤامره وعم تفكر تسمي بالاسامي وما اشبه ذلك، ما هيك؟ بالأسامي أيوة علنيا. علنيا عال كتير عال. هلا انت بس تستقر باذن الله على الاسامي. نعم. ايه ويجهز هالكتاب بشكل نهائي. وين فكرك تنزله خي عبد؟ على المطبعة. ايه على المطبعة مش مختلفين. هلا نزل ايه وطلع من المطبعة مطبوع خالص. ايه وين فكرك تنزله؟ سمعها هيدي اللي مرقة؟ أيوة. ايه وين فكرك تنزله؟ وين بدي نزله؟ بدي نزله بالبلد. والله طبعا بده يتعمم على كل المناطق. انت مركب جسر لاسنانك قلت لي؟ نعم. ايه بزتوك تحته. كيف يا ابو ليلى؟ وليه ما فيك تنزله؟ ليه ما فيك تنزله؟ اذا مسمي حدا بهديك المنطقة ما فيك تنزله بهديك المنطقة منطقيا يعني. واذا مسمي حدا بهاي المنطقة ما فيك تنزله بهاي المنطقة. كيف اذا مسمي بالمنطقتين ليك خي عبد، خي عبد ليك نزلوا بالمنطقتين وروح فز عند سعد حداد، ما إلك الا هيك. بالعكس يا ابو ليلى لازم يفلش. ولا حاج تفلش بقى. بيفلشوا حريمك وهو. انا بتحمل المسؤوليه. ايه بتتحمل المسؤوليه بس ما رح فيك تتحمل الدكه. لك ما اي انسان رح يتعرض لي ما رح يفضح نفسه. وبتوقع الفضيحه ساعتها وبتنكشف الوجوه على المفضوح. والله هيك على راحتك. ان شاء الله يفضحها بوجهك هيك يعني بركي على ايامك. ما تغلط يا ابو ليلى. ايامك هالمعدوده. هيدا الكتاب اذا طلع بجني فظيع رح يطلع. يا استاذ عبد هلا شو بدنا نحن؟ لانه اذا طلع فظيع والله بياخذ العقل رح يطلع، بيطير طبعا انت. اللي هو شو بك يا قاسم؟ شو في؟ ما في شيء. خلص حاج ضلك تنقز، ما في شيء. ما في شيء خلاص. شو فيها التجمع هذا؟ شو فيه؟ تفرغ روح تفرغ فيه روح. يا شباب من بعد امركم وقفوا لي هالاحاديث وتفضلوا على النوم اذا بتريدوا. بدنا ننام بكير الليله. ليه يا قلبي؟ لانه الدكتور جاي بكره على بكره يقابلكم. افضل تناموا بكير لتوعوا منشطين وتعرفوا شو بدكم تقولوا له. يلا لشوف. في تلفزيون اليوم؟ لا غير رايك بين تكي وتكي يا رفيق نزار. ساعه بتقل المؤامره على الجنوب، ساعه على العرب، ساعه على الفلسطينيه. مش كل رشقه بيطلع تعمل لي اياه مؤامره وحده. فيه مؤامره وحده ايه بس كل الباقي بيتفرع منها. لا تقوم تفرع انت وياه وخذوا الحبوب. يلا شو توفيت دغري انت؟ في امركم يا خيي، انا قلت خليني نام بكير وقوم بكير. بدي اشوف الصحه كيف بتصير. ما خبرنا ايه مساعدة مش الحال صاروا بخدمتهم. بتركز ولا بتركز؟ ينبغي التأكد من صحة
محمود رياض بتسلم عليك. شد انت خلص يلا. كان في مسلسل لمحمود سعيد. تمسك في الإطار. هنا العلة ولو يا أستاذ نزار. أيوة رفيق. بدي أسألك سؤال يا حبيبي. تفضل. يلا حضرتك بالحركة الاجتماعية عم بيقولوا لي؟ بالحركة الوطنية. اجتماعية هي كمان فيك تعتبرها. اجتماعية. فيك تعتبرها. شو هي لشو الحركات هاي؟ هيدي للمجتمع، تطوير مجتمع، نضالات، تصدي للمؤامرات الإمبريالية للرجعية، كله. كل شيء بس بالمجتمع يعني. طبعا. والله لك انا شيء كثير يعني بحب شجع الشيء. شكرا رفيق رشيد. الله يخليك الله يخليك. هلا انتوا وين صار مركزكم؟ بعدكم فوق على بدارو؟ بدارو؟ المركز تبعكم الجمعية. الحركة الوطنية. الحركة الوطنية. ايه مش فوق على البويكية؟ شو بويك بدارو رفيق؟ مش تابع للانعاش الاجتماعي؟ لا رفيق رشيد. انت بتصور مثل هلا 75% كيف بتكون هالطوايف عم تنضب على بيوتها؟ نحدد. وكل طايفة هيك مركزة حالها مخيمة بمطرح. ليك الطوايف يا زلمة. هيني الطائفة؟ حدا بيقول لك طائفة؟ خارطة لبنان. طائفة مزبوط؟ ايوه. خارطة شو؟ خارطة لبنان. ايه وحوك بقى كمية طوايف كل وحدة واحدة طائفة. ايه وطافوا على بعضهم يا معلم. يعني شو؟ استثني. وكلهم 3 ملايين نسمة يا زلمة. مستهونون لل 3 ملايين نسمة؟ بدنا نستثني. نحن على ايام التنسيم يا ابو ليلى نسمة وحدة تفطل مزبوط بالغرفة كانت تصطحنا. فكيف 3 ملايين نسمة عم ينغلوا كلهم سوا وكل نسمة شكل؟ يا شباب بلا حكي إذا بتريدوا ناموا. يا ربي شو هذا هلا؟ بيكون شي انفجار ما في شي. نام يا قاسم. راح ضحايا؟ شو بعرفنا هلا بكره بنعرف. رشيد هلا الواحد ينظم حياته. رشيد نزال. ما في شيء. عبوة تسمع لشو مثل رينو. الله. نزار. ايوه رفيق رشيد. خي الله يرضى عليك ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي اذا بتريد يعني. ليه لا لانه بيجيبوا صراصير ودي خي ما بقى تحط لي شيل لي اياهم كلهم. فوت نام صير احلام انه بلدنا صارت بلد. فوت نام هالايام حارب يسكرها ولد. هي بلد لا مش بلد هي أرض عالم. مجموعين لا مطروحين لا مضروبين لا مقسومين. فوت نام وصير أحلام. فوت نام وصير أحلام إنه بلدنا صارت بلد. فوت نام هالأيام حرب يسكرها ولد. هي بلد لا مش بلد هي أرض عالم. مجموعين لا مطروحين لا مضروبين لا مقسومين. فوت نام وصير أحلام. فوت
شي يلا أوام وتغطى وسمنك الحرام وتمسك بنفس الكلام تابع برامج بالسكام كلها أغاني عن الوحدة الوطنية كلها أماني بالمسيرات الأمنية كلها تهاني بصيغتنا اللبنانية وقوم فوت نام ما هو 3 ملايين عالتخمين هود اللي جوا البلد والباقيين مفروضين كل شوي في بلد هي بلد لا مش بلد هي غرفة عالم مجموعين لا مطروحين لا مضروبين لا مقسومين انفض نام وصير احلام ما بيقولوا بونجور على بكره يا هاني؟ بونجور يا اختي بأمركم. فوت غسل وشك يلا وفروك سنينك. يا عذرا شوفي في شيء؟ لا ما في شيء. ولين قستي؟ انت نقصتني. صار شيء بالليل؟ لا ما صار شيء. كنت واعية انت؟ ايه معلوم. انا كنت نايم لانه ما انتبهت. رتب تختك يلا. يقطع عمرك نقصني منيح. صح النوم استاذ عابد؟ ساعتين تفضلي. هاي كيفي؟ تمام وانت؟ ميتة نعس جسمي كله مكسر. عيونك تعبانين انت. جد؟ ما انتبهت مبينين كثير؟ باينين ايه؟ حطي كولير هلا بجيب لك من عندي. ما تعذبي حالك شري، معي واحد هون. شرفي. وحياتي على راحتي. بليز بتوعيهم تقبريني لحضر الفيش انا؟ يتكره عيونك ولا؟ زفين يلا قومي صار الساعة 7 زفين. لا حبيبي انت اللي بتقول ستيريو، انا كله واحد. عم تلعبوا على الحبلين. انت حبلين ما في حبلين، انت ستيريو حبلين. رشيد قوم حبيبي يلا. رشيد قوم حبيبي يلا. ابو ليلى واعي مش انتوا بتخلوا حدا ينام؟ يلا قوم صارت الساعة 7. والله ليش من قال لك بدي اقوم 7؟ شو عندي 7؟ تركي انا ابو عين. قوم يا أزنافور، قوم كلم دليدا قوم. هذا اليوم غير نهار ما هيك؟ بعتقد والله على الأرجح ما بعرف. صباح الخير يا كيفك؟ شو سمع الأخبار أستاذ رشيد؟ شو خير؟ شو سمع الأخبار؟ في تفاؤل. في تفاؤل؟ في تفاؤل قوي كتير. إن شاء الله يسمع منك يا رب. ما في أبو المرة راح يضل واقف على إجري أبدا. لا يا أستاذ رشيد. ما أعمل لك يا عمي. يا ربي. شو يا عمي؟ ليش دخلك بتضلوا هيك ميتين انت وياه؟ قوموا هيك دغري غسلوا وشكم فركوا سنينكم، عودوا حالكم على الشغلات. بلا مواعظ على الريق، الله يستر على العرضية. مش مواعظ هيدا المظبوط. والله معقول كثير يا أخي. أنت عم تحكي هيك يعني أنت إيجابية بهالحياة بس نحن سلبي عرفتي كيف يعني؟ استفلوا. ايه وخاصة على بكرة.
استاذ عبد ما تفرضن هلا اذا بتريد، جاي الدكتور هلا، بس تخلصوا انتوا وياه بتفرضن كلهم قد ما بدك. اوكي شو هيدا؟ رصاص. شو هيدا؟ صباح الخير. اهلا فواز. شو كيف معنويات الشباب اليوم؟ عال بسألك هذا انصاب جوا، شفتي؟ عجله اصلا صابوني لجوا. ليه؟ ما بتعرف تشعر وبدي صابوني وليه؟ روح قدامي لشوف. روح ليه؟ تعال هون. ايه مساعدة جاهزين؟ ايه اوكي. طيب اوكي. عم يشوفوهم من بعيد. فواز عيدي اللي جوا، خليني شهله شوي. طالع الدكتور. غسلتوا انتوا؟ لا معلش غير مرة خير. يلا لشوف. تحرك انت اياه. هون. جماعة رحنا حمام. تحرك انت اياه. ايش الجرايد؟ استاذ عبد قايلين شيء عن هالرصاص؟ لا ما بيقولوا. الرصاص تبع اليوم بيطلع بجريدة بكرة يا قاسم. طبعا. جمعن يا فواز. عدوا لي هيك لشوف. يلا بسرعة. نزار، عبد الأمير، زبين، قاسم، عد خوتي. يلا لشوف. وين الجرايد؟ يلا يا زبين. عد خوتي. لحظة. ضاع دفترك. ولك شيل لي هالطبنجة من ايدك. خذهم. واحد تربي طيران. سهل لك شوي. طير عندك. طير على التخت. عربش عندك. يلا نشوف. خليكن قاعدين وما حدا يتحرك. يا رفاق اصحكن هلا حدا يتاثر بوجود الدكتور. احكوا الصراحه بشراسه. بشراسه نعم. لازم تنحسم اليوم، لانه شو لزوم الحبوب؟ ما لزوم. نحن مش مرضى نسيب فينا بالخوف. اهلا دكتور. اهلا من سعيدة. مين كامل الصابونات تحب اجيب لك كرسي حكيم؟ لا معلش بقعد هون. هلا ولا كلمة وكلنا بنسمع الدكتور. رشيد ولا كلمة. بيعطل ال 1000 محل ونيك شو حطوا فوق بعض. بتمنى على الكل يكونوا متابعين انا وعم بحكي. مش كل واحد يفكر بشيء وحده. الكل. هاني زفان. ما بدي الحكي يروح دعان ويرجعوا البعض يقولوا انه ما عم بحكي معكم ومثلكم واشياء. الحكيم مش سامعين الحكيم وهو عم يحكي. حكيم ما بدي البعض يقولوا انه ما عم بحكي معكم. منيح هيك. الله منيح. منيح هيك عم تسمعني؟ الله منيح معلوم حكيم. هلا اضبط. ما بدي البعض يقولوا اول شيء حضرتك بدات تحكي كان صوتك مش واضح. كان صوتك مش عم بيوصل. عفوا. هلا عم تسمعني يا رشيد؟ نعم حكي. هلا منيح. لا مش على قبل عم بقول لك. هلا منيح. طيب خلص مشي. هلا اول شيء بالبدايه كان ضعيف شوي. هلا مشي حاله بس بالبدايه. عظيم. هلا منيح هيك مثل ما عم تحكي واضح. عم بس لا بس صار احسن يا زلمه. هلا احسن ما عم بقول له. هلا اضبط من ايديك. بالبدايه شوي حكيم. انت ما عرفت شفتها توسوست يمكن او شيء. بالبدايه شوي كان ضعيف. هلا مشي حاله. ما بدي البعض يقولوا ايوه رشيد هذا حلو انه ما عم بحكي معكم وهملكم واشياء من هالنوع. فكروا انه المستشفى بدها اياكم تصحوا وتصيروا اشخاص طبيعيين مثل كل العالم، وهذا همها الاول والاخير.
شنين العالم بيعرف في طقنيس وبيرجعوا بيمرقوا. قاسم مرة تانية إذا ما سألتك ما بتحكي. بس يا عمر خلي كل واحد هلا هو بيقول له الحق من بعيد مثلا نجي بنتكلم معه. بس يا عبد بس تفضل يا اخي. شو هاي ولا؟ سعادة هويتها؟ صورة مين هاي ولا؟ صورتك؟ هاي صورتك؟ ايه صورتي يا اخي. لا ما صورتك، هاي صورة مين هاي ولا؟ والله صورتي يا اخي. ما صورتك، خليكها خلاص ما صورتك او صورتك بالله ما صورتك. يا ولادي صورتي يا اخي، طلع فيها مظبوط. يا اخي خلص هلا ما بحلق لك. شوف ايه يا رشيد شباك شباك انتو اياه شو هالوقاحة حكيم يعني انه عينك بنت عينك قال صورته ما صورته. صورتي وحياة الله صورتي. يا اخي اسمح لي حكيم. تفضل. قوم لا قوم لا رشيد رشيد دوار تفضل. محمود محمود طيب خبرني يا أدوار. رشيد قل لي يا أدوار كيف حس حالك على الدواء جديد؟ مش حاسس بتحسن؟ ما في تحسن. رشيد روح يا حبيبي عم بحكي معه روح. يا سلام ما في تحسن. رشيد يا اخي بياخذ العبوب عم بيروحوا بالبول كلهم. يا ربي لك شوف ايه عايزتنا شوف بدك فيه شو ما بنقدر نحكي الحياه بالمستشفى يا حكيم. شو يا حكيم؟ شوف ايه دور يعني دوخة على الفاضي وارتخى بس هو بعده بضايقني منيح يعني بعده محمود بضايق. طيب غير هيك شيء جديد شو بدك تسألني؟ يعني هيك ليش خايف منه أنا؟ بحس كل الوقت بس شوف ناس قاعدين أو واقفين أو حيالله بحس إنه دغري بدي أعرفهم كل واحد إذا إسلام ولا مسيحية. يعني ضروري هالشي. طيب هلا هون في شباب أصحابك إسلام بيضايقوك كمان؟ بيضايقوني إيه مش صحابي. مين قال لك صحابي؟ ليش طيب ما مثلك مثلهم وقاعدين تاكلوا بتتسلوا وعايشين مع بعضكم. ايه بس ما لهم رب لانه بيطعنوك بالظهر. هن ببينوا على حالهم هيك بحبوني. هلا هو محمود بحبني؟ معلوم بحبك. خلي يقولوا انه بحبني. ما انت اذا قال ما بتصدقوا. ما بصدقوا لا كون حمار اذا بصدقوا لا يسفقني اياها. ولك ليش بده يسفك اياها؟ ما نكون اخوه انت وياه والبلد رجعت وما بقى في شيء. دكتور يعني بدك تقول صايره شغلتي هيك كل نهار شوف الناس اذا اسلام ولا مسيحيه. لا عم بيصير فيها هالشيء. انا بدي ارجع على شغلي بدي اشتغل شغلتي مش شغلتي هيدي. ليش خايف منه انا؟ هيدا لانك معقد. بس اذا بتريدوا ما حدا معقد. معقد شو بعمل؟ انا معقد. لا يا ادوار انت مش معقد. طيب ليش الاسلام ما بيروحوا؟ كيف لوين بدهم يروحوا؟ يروحوا من هون يفلوا هيك يعني شو بيعملوا؟ شوفوا شو بدهم يعملوا. لا يا ادوار ما بيصير تضل تفكر هيك. دكتور هلا انت بس تبقى جاي من الشرقيه ما بتخاف ولا نتفق انه هلا في اسلام؟ ما بخاف لا. مش مزبوط لا عم تضحك علي. المسيحيه خايفين. يا ادوار قلت لك وبرجع بقول لك حطها براسك كل حياتنا عايشين اخوه اسلام ومسيحيه. هيك بيعملوا الاخوه ببعضهم. شو الاخوه هودي؟ هيدا لانه عملوا علينا مؤامره يا ادوار. شو هي هالمؤامره؟ مؤامره كبيره عملوها علينا تيخلفوا الشعب. عملوها علينا بس شو هي؟ مؤامره امريكانيه. بدهم ياكلوا المسيحيه. صحيح هن المسيحيه عزوا نفسهم. ما حدا سمح لك تحكي.